يا صباح الفل والورد والياسمين على احلى فانزات في الدنيا. صباح الفل عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناه يوميات محمود وصلي. عايزه لايك حلو كده بقى، وحشتوني قوي قوي قوي، بقالي كتير ما طلعتش معاكم، فعايزه لايك حلو بقى، وعايزه كومنت جميل كده منكم. الكومنتات بتاعتكم اللي دايما بتفرحني وبتسعدني. واتمنى اللي اول مره يشوف القناه بتاعتي دي قناه يوميات محمود وصلي، ولو مش مشترك في القناه اتمنى انك تشرفني بالاشتراك وفعل الجرس على كلمة الكل علشان يوصلك كل جديد. بصوا بقى النهاردة، طبعا قبل ما نقول بقى اي حاجة لازم نصلي على سيدنا النبي، طبعا ما ننساش اهم حاجة. وانا هنا بقى كده النهاردة نزلت واشتريت بقى طلبات البيت، حتى بصوا لسه ما قلعتش هدومي، وحتى بصوا بشنطتي، فاهو يلا قلعتها معاكم اهو كمان. وحشتوني جدا جدا. طبعا النهارده الاسعار نار في السوق بصراحه، الناس كلها عماله تصوت من الاسعار، وانا كنت واحده منهم برضو اكيد، لان الاسعار بصراحه بقت يعني لا تحتمل. ان الله يكون في عون الناس كلها والله. جبت كده معاكو سمك، الاسعار فيه بتبتدي من 30، طبعا ده الصغير، وطبعا ايه لحد بقى معاكم 45. يعني كل ما بيكبر شوية سعره بيزيد شوية. طبعا بقى ده هنا في القاهرة، معرفش بقى عندكم في المحافظات التانية الأسعار عاملة ازاي، فكل حد كده بيشوفني يقول لي الأسعار عندكم عاملة كام. والخيار برضو النهاردة كان ب10 جنيه، والليمون برضو ب10، وحزمة الخضرة اللي أنا جبتها دي ب2 جنيه، وكيس اللبن النيدو ده كان ب6 جنيه. برضو معرفش الاسعار عندكم عامله عامله كام يعني. والاستفندي برضو طبعا جبت 2 كيلو كده استفندي، قلت عشان اضطر على قلبي كده انا والعيال بالليل. والكيلو ب7.5. نبتدي بقى هنا كده بقى، بنبتدي نحضر بقى الغدا بتاعنا. طبعا الكفتة دي انا قايله للجزار انا عايزاها جاهزة على طول. هو لو انتي عايزاها لحمة مفرومة كده بس صافي، هو بيديهالك طبعا بسعر، ولو جاهزة على الشوي بيديهالك بسعر تاني. طبعا جاهزة على الشوي ازاي؟ هتقولولي ازاي يا سولي؟ في جزارين دلوقتي بقوا بيعملوها، بيحطلك مثلا قطعة دهن كده شوية للكفتة طبعا عشان الشوي، ويحطوا مثلا فول صويا، اللهم صل على سيدنا النبي، برغل، آه اي حاجة طبعا، فريك. في ناس بتحط فريك برضو على الكفتة. بيحط لك مثلا هو البصل، طبعا مش بيكتر بصل، هو بتبقى بصلايه صغنونة، ومش بيحط اي حاجة في التوابل غير هي ملح وتوابل كفتة بس، ما بيحطش حاجة اكتر من كده. بس انا طبعا ما استكفيتش بالكلام ده، قلت لا بقى احط اللمسات والتاتش بتاعي والتوابل الحلوه اللي انا بحب ان انا احطها. حطيت معاها التوم باودر، بصل باودر، فلفل اسود، وكمون، وكزبره ناشفه، وشويه من البابريكا، واللهم صل على سيدنا النبي. حطيت كمان جوز الطيب طبعا، وحبهان باودر، ولورا باودر. وحطيت شويه من الصويا صوص، وشويه من الخضره كده صغيرين، عودين خضرة كده صغيرين، خدت الورق بس بتاعها. وحطيت كمان شوية قرفة وشوية جنزبيل وشوية كربونات وشوية زعتر. انا بحب احط خلطة التوابل دي كلها كده في الكفتة، بتدي طعم حلو قوي للكفتة، والريحة مش قادرة اقول لكم بتبقى الريحة عاملة ازاي. وهنا بعد ما صبعت الكفتة طبعا بتصبعيها على المعلقة بتاعتك الخشب، او قلم رصاص كده تغسليه وتصبعي بيه، او الاعدام بتاعت الشيش طاووق، اي حاجة عندك تعملي بيها. وهنا جبت طبق كده صغير، حطيت فيه اللهم صل على سيدنا النبي مية بصل، المية بس، طبعا بشرت بصلاية وخدت المية بتاعتها بس. وهنا عقبال ما كنت بصبع الكفتة، عملت على الناحية التانية كده كنت بعصج اللحمة، عشان هعمل معاكم كمان صينية جلاش. طبعا عصقت اللحمة هنا معاكم، بصوا حمرت بصلاية كده كبيرة، ونزلت عليها باللحمة المفرومة، وجزراية وقرن فلفل بقى رومي، ما حطيتش حراق عشان خاطر الولاد. والتوابل برضو بتاعتنا، اي حاجة بقى في التوابل عايزة تحطيها حطيها. تمام، ده كده تعصيج اللحمة. طبعا كلنا عارفين بنعصج اللحمة ازاي، انا مش هقول لكم، كلكم سدات بيوت شاطرين وعارفين كل حاجة. انا طبعا مش شاطرة قوي في الاكل، يعني اللي بعمل على قدي طبعا. انتوا اشطر واحسن مني بكتير 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 طبعا، وكل حاجة بتعملوها بتطلع احلى بكتير. وتسلم ايديكم على كل حاجة انتوا بتعملوها يا فنزات يا امارات. وهنا بقى انا جبت الصينية بتاعتي، طبعا دهنتها من تحت كويس جدا بالسمنة، وحطيت راق كده من الجلاش، ورقتين كده مع بعض.
لان ما شاء الله حتى ورقة الجلاش يعني كشوها. صينية اللفة بتاعة الجلاش انا كنت بعمل بيها صينية كبيرة، طبعا دلوقتي بقت انا عاملة اصغر مقاس في الصينية وبرضو صغيرة. فطبعا عشان الاقي حل للمشكلة دي طبعا حطيت بقى ورقة بالطول وورقة بالعرض عشان خاطر الصينية كلها تبقى فيها الجلاش ميبقاش حتة صغيرة. ونزلت عليهم كده بعد ما حطيت نص الاوراق، يعني مثلا لو اللفة فيها مثلا 10 ورقات حطيت 5 من تحت، ونزلت بالحشوة بتاعتي، واحط ال5 كمان التانيين من فوق، يعني النص بالظبط. صلوا على سيدنا النبي. كده انا حطيت اللحمة المفرومة بتاعتي، بس انا كده بسويها عشان خاطر الصينية كلها تكون فيها. وهنزل عليها برضو بالزيتون، كده انا بعشق الزيتون بقى في الجلاش يعني. بصوا الزيتون ده عشقي، فعلى قد ما تقدروا بصوا حطوا زيتون، يلا بصوا ادوا زيتون وما تستخسروش. الزيتون ده جميل جدا في بالذات في الجلاش بيدي طعم حلو جدا. زي ما انتم شايفين كده هحط بقى الزيتون بتاعي. بص بقول لكم ادوا في الزيتون انا كتمت الصوت بصراحه لان الفيديو لما خلصت تصويره لقيته طويل جدا، فقلت لا اجري كده شويه عشان خاطر الفيديو مبقاش طويل قوي وكمان ما تزهقوش وتملوا. وكمان كان في صوت القران، انا ببقى مشغله الراديو فصوت القران كمان كان عالي، فقلت ايه بقى اكتم الصوت واسجل لكم انا بصوتي كده. خلصت بقى الحشوة بتاعتي وبحط بالورقة التانية، الطبقة التانية بقى. بصوا ما تعملوش بالفرشة كده رايح جاي لان الورق بتاع الجلاش بيتقطع، فخليكوا كده في اتجاه واحد وعلى الهادي كده عشان خاطر الجلاش بتاعنا ايه ما يتقطعش. يعني بصوا على الهادي يا زبادي، يعني فاهمين يعني هي لفة الجلاش اصلا كشت لوحديها يعني، فمش اكيد مش هنقطعها كمان يعني مش ناقصين. يلا طبعا كده خلف خلاف برضو، كده هخلصها كلها كده واروح عاملاها. والزيادات اللي من فوق دي طبعا هنزلها بقى من تحت الصينية من تحت، وبعد ما اخلصها خالص كده اقطعها وادهن الوش برضو سمنة او زبدة. زيت بلاش لانه بيكون طعمه مش حلو. بحط انا بقى ايه شريح من القوطة كده، قوطة قطع صغيرة بتبقى عاملة، بصوا مش قادرة اقول لكم بتودي ريحة قصدي طعم الجلاش في حتة تانية، فبتبقى فطيرة جلاش مش صينية جلاش. وبجيب طبق كده بحط فيه، انا عاملة بكيس لبن نيدو، محبتش افتح كيس من اللبن السايب بصراحة، يعني كيس اللبن السايب دلوقتي بقى ب11 جنيه يعني. فجبت لها كيس لبن نيدو كده برضو يبقى طعمها حلو. وحطيت معاها كده بيضاية واحدة وشوية ملح صغننين كده وفلفل اسود وشوية بابريكا، بيدي لون حلو جدا للجلاش لتحمير كده، بيحمر الوش حلو قوي. فنقلبها كده وندوبها، وبعد كده نروح دلقينها على الصينية كده من فوق. ما تقلقوش، في ناس انا كنت الاول برضو بحب ان انا ادخلها تاخد تشميع الاول وبروح مطلعاها اروح دلقه الخليط ده. فانا كنت مستعجله بقى ورحت دلقه كله مره واحده وهي استوت مع نفسها، فما فيش منها اي مشكله بصراحه يعني. سواء هتدخلها الفرن الاول تاخد تشميعه او هتحطيها دلوقتي كده قبل ما تخش الفرن برضو ما فيش منها مشكله. ندلق كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم وندلق كده بالراحه، طبعا عشان نشرب الصينية كلها وتبقى كل حتة متشربة بالخليط بتاعنا الحلو ده. عايزين تحطوا زبادي حطوا معلقتين زبادي كده مفيش اي مشكلة، بس انا بصراحة ما حطيتش، استكفيت باللبن وبالبيض. ونهز الصينية كده كويس علشان خاطر بس ايه الخليط ده ينزل تحت والصينية كلها تتشربه كده، وتبقى كل حتة في الفطيرة بتاعتنا النهاردة فطيرة الجلاش تبقى متشربة من الخليط. ونخش الفرن بقى كده، الفرن يكون جاهز ويطلع بقى كده معانا احلى صينية فطيرة جلاش معانا ممكن تاكلوها. وادي كده الغدا بتاعنا، اديكوا شايفين بقى شكل فطيرة الجلاش بتاعتنا وبطاطس محمرة وعليها كاتشب بقى، والسلطة الحلوة والكاتشب عشان حمزة بيعرفش ياكل من غير كاتشب. بصوا الطراوة بقى بتاعت الفطيرة بتاعتنا عاملة ازاي، تحفة. والطعم بجد والله اقسم بالله جربوها، تحفة جدا. طراية يعني طرية كده من جوه، جميلة جدا يعني مش ناشفة كده، فمدية طراوة حلوة قوي. متنسونيش بقى في اللايك الحلو، والكفتة بتاعتنا الجميلة اهي زي ما انتم شايفين. يلا عايزة بقى احلى لايك كده منكم، اشوفكم ان شاء الله على خير بإذن الله في فيديو جديد، والسلام عليكم.